مستر بيست حرفيا بيعلي على نفسه ومش شايف حد في المجال ده. مستر بيست بعد ما قدر يقلد مسلسل سكواد جيم اللي صرف عليه 500,000 دولار عشان يطلعه بالشكل ده، الناس ما كانتش مصدقه ان اليوتيوب كان ممكن يوصل للمرحله دي، اللي هو شخص واحد قدر يعمل نسخه من مسلسل مصروف عليه مليارات وهو قدر يطلعه وبالجوده الجباره دي. فالناس اللي بتقلل من قيمه اليوتيوب بجد تروح تشوف العظمه اللي الراجل ده بيعملها. قدر يحطم كل القيود اللي الناس كانت حاطينها على اليوتيوب. فبعد الفيديو ده قرر انه يعلي على نفسه اكتر لدرجه انه جمع كل جنسيات العالم في فيديو واحد. انت متخيل يا صديقي العالم فيه كام جنسيه؟ العالم يا صديقي فيه اكتر من 206 جنسيه وهو قدر يجمعهم كلهم في فيديو واحد. حرفيا عامل زي اللي بيحقق رقم قياسي ويجي تاني سنه يحطم رقمه القياسي. طب ثواني كده، انت هتقول لي انت واخدني بسرعه كده وما فهمتنيش حاجه، هو في ايه؟ عايز اقول لك ايه ده بس كده، وعايز اعرفك انك هتتفاجئ لما تعرف البلد اللي كسبت المسابقه دي، وكانت الجائزه عباره عن 250,000 دولار. فانزل دلوقتي اعمل لايك وسبسكرايب وتعالى هقول لك على كل حاجه. مستر بيست زي ما عمل مسلسل سكواد جيم بنفسه قرر انه يعمل اولمبياد خاصة بيه. ايوه بالظبط زي ما انت سمعت، يعمل اولمبياد خاصة بيه. انت متخيل يا صديقي يعني ايه واحد يعمل اولمبياد خاصة بيه على قناته في اليوتيوب اللي بتتعمل كل 4 سنين في الواقع؟ معلومة ملهاش لازمة ان اول مسابقة اولمبياد اتعملت كانت في اثينا سنة 1896، ودلوقتي في سنة 2023 واحد قدر يعمل اولمبياد على قناته في اليوتيوب. مستر بيست قدر يجمع كل جنسيات العالم في فيديو واحد ويتسابقوا على اللي يكسب الميدالية الذهبية اللي كانت بتساوي 250,000 دولار. عمل مسابقات عبارة عن تصفيات، واول مرحلة كانت جري، وكل ما بتقرب كل ما الحاجز بيعلى اللي انت بتنط من عليه، وفي الاخر كان في حاجز بيقفل، واللي ملحقش يخش قبل ما الحاجز يقفل كده طلع من المرحلة الأولى. أما المرحلة الثانية كانت عبارة عن إنه بيجمع فريقين، كل فريق متكون من 5 جنسيات مختلفة، وكانت مهمتهم إنهم يوصلوا للدايرة اللي في النص دي، وأول 5 جنسيات يوصلوا كده هم اللي تأهلوا للمرحلة اللي بعدها. أما المرحلة الثالثة كانت عبارة عن الرمي بالقوس، بس المرحلة دي كان فيها تحدي أكبر، وهو إن جمع كل الناس اللي وصلوا للمرحلة دي وطلب منهم إنه يصوتوا على بعض، لأن على كل صوت كان بيبعد الهدف أكتر، فكده تصعب على المتسابق اللي بيرمي بالقوس. فكانوا بيصوتوا على اكتر واحد حاسينه انه ممكن يكسب المسابقه عشان يصعبوا عليهم الرميه، او ببساطه كانوا بيصوتوا على اي حد مش حابينه. وطبعا كان اللي ما بيعرفش يصيب الهدف تلقائيا كان بيطلع من المرحله دي. في المرحلة دي كانت عبارة عن مبارزة بالسيوف، كل واحد بيختار واحد ويبارزوا بعض زي المبارزة بتاعت الأولمبياد اللي بتحصل في الحقيقة. وبعد المرحلة دي وصلت للمرحلة الأخيرة وهي كرة القدم، وفي المرحلة دي كان عندنا واحد عراقي وواحد ليبي، اخواننا من الوطن العربي، وكانت الفكره انهم بياخدوا الكوره ويشوطوها في الجون، بس كان بعد كل مره كان بيزود حاجز في الجون عشان يصعبها شويه، وهكذا كل مره بيزود اكتر والجول يصعب اكتر لحد اخر 2. تتوقع كانت جنسيتهم ايه؟ قبل ما اقول لك انزل دلوقتي قول لي في الكومنتات كنت تتوقع اخر جنسيتين هما مين ومين. كان واحد جنسيته من سلوفينيا والتاني اخونا من الوطن العربي اخونا الليبي. وكانت المرحله دي مختلفه لانها كانت عباره عن كل واحد هيشوط على التاني، يعني لازم تدخل جول وتصد برضه جول. اما اللعبه الاولى كانت من المتسابق بتاع سلوفينيا اللي الحمد لله اخونا الليبي قدر يصد الكره بتاعته وبعدها قدر يدخل جول فيه. وبكده هو اللي كسب ال 250,000 دولار. الف مبروك طبعا لاخونا الليبي. وقول لنا في الكومنتات كنت تتوقع ان حد من الوطن العربي هو اللي يقدر يكسب الجائزه دي ولا لا؟ انا عن نفسي ايوه كنت حاسس وكنت اتمنى كده. في النهايه لو الفيديو عجبك ما تنساش تحط لايك وتشترك في القناه، تقول لنا رايك في التعليقات.